بكره أمي ومش قادر أقرأ لها الفاتحة ولا حتى أفتكرها بالخير، وعمري ما هزورها في قبرها لأنها هي السبب في كل اللي حصل لي أنا وأخويا. حد بعكي مشكلته وهي مشكلة غريبة من نوعها حقيقي، يمكن من أغرب الحاجات اللي صادفتها في البرنامج. واحد بيقول لي أنا بكره أمي جدا، أمي ما كانش بيعيش لها صبيان، كانت كل ما تخلف ابن يموت. كل ما تخلف ابن يموت فهي كانت هتتجنن وعايزة أي عيال تعيش لها، لحد ما جيت أنا وأخويا عشان نعيش. قررت تسميني منى وسمت أخويا هويدا، وأنا ما كنتش طبعا فاهم وأنا طفل إني هتبيع عذاب السنين لما أكبر بسبب أسامينا دي. أمي سمتني أنا منى وأخويا هويدا، وأبونا كان اسمه محسن، فكبرنا وبقينا بنتنادى بمنى محسن وهويدا محسن. رجالة صبيان بيتنادوا في منطقتهم بأسامي بنات، وإحنا أطفال ما كناش فاهمين ده. كنت بلاقي صحابي بيتريقوا علينا وجيراننا دايما يقولوا لنا يا واد يا بت، انتوا ازاي متسميين بأسامي بنات وانتوا صبيان؟ كنت لما اروح لأمي وأجري وأقول لها ليه يا أمي سميتينا كده؟ إحنا مش رجالة؟ ليه ما سميتينيش أحمد، محمد، علي زي باقي الناس؟ كانت تقول لي ملكش دعوة بحد، والله لو ما كنتش عملت كده كنتوا هتموتوا زي باقي العيال اللي ماتوا. كنت أقول لها يا ريتنا متنا بدل ما الناس بتتريق علينا بالشكل ده، لكن طبعا هي كانت بتفهمني إن الموضوع بسيط. حتى أبويا كان بيقول لها يا ريتني ما طوعتك ولا مشيت على دماغك، إزاي رضيت إني سمي عيالي الرجالة منى وهويدا؟ إزاي عملتي كده؟ لكن كانت ترد عليه تقول له يا أخويا نعمل إيه؟ مش كنا بنفديهم من الموت؟ ما كفاية مات لي 6 و7، كانوا دول كمان يروحوا في الرجلين؟ دول اللي عايشوا. فضلنا مش فاهمين الكارثة اللي احنا فيها لحد ما كبرنا ودخلنا الجامعة، وهنا كانت الكارثة بجد. الكارثة من كل الناس، من مدرسين لدكاترة لكل حد بيقابلنا. احنا عشنا فترة كبيرة صعبة جدا، ثانوي وإعدادي، وياما خنقنا وياما اتضربنا وياما خدنا استدعاءات ولي أمر واترفدنا. وقتها أمي كانت لسه بتعرف تسيطر علينا، لكن لما كبرنا ودخلنا الجامعة خلاص ما كنتش قادر أتحمل كم التنمر اللي بقابله طول الوقت. طول الوقت الناس بتتريق علينا، فاكرينا بنات، ولما ينادونا في السكشن أو المحاضرات ويلاقونا أولاد كل المحاضرة بتضحك. الدكتور أو الدكتورة مش قادرين يمسكوا نفسهم من الضحك. بقينا مميزين، وواحدة تقول للتانية انتي عارفة أنا عندي ولدين بس واحد اسمه منى والتاني هويدا. أنا مش قادر أصدق إن احنا كنا مهزقة للدرجة دي وسط الطلبة والطالبات. خلصنا الجامعة وجه وقت الجواز، أبونا مرتاح ماديا وجاب لنا شققنا وكل حاجة تمام. أمي كانت ماتت وما قدرناش أنا وأخويا نسامحها. كل ما كنت أفتكر اللي حصل لينا بسببها كنت أكرهها أكتر وأقول حسبي الله ونعم الوكيل، انتي ليه عملتي فينا كده؟ كنت أنا وأخويا نقف قدامها ونقول لها إحنا مش مسامحينك، انتي لو ماتي مش هنقرأ لك الفاتحة، انتي ظلمتينا، انتي قصرتي رقبتنا. احنا ملناش أصحاب من كتر ما بنتخانق مع الناس، لأن كل الناس بتتريق علينا ومحدش بيحب يصاحبنا. أول ما حد يعرفنا بيتريق علينا ويبهدلنا فننسك فيه ونتخانق معاه. جه وقت الجواز اتقدمت ل12 عروسة، ال12 رفضوني من غير ما يشوفوني، من غير ما أقعد معاهم. أول ما اللي بيرشحني يقول لها هو كويس وعنده شقة ومتعلم بس في عيب صغير قوي، البنت تستنى تعرف العيب يقولوا لها أصلهم اسمه منى أو أخويا اسمه هويدا، وساعتها من غير ما يشوفونا ييجوا يقولوا رفضوه مش موافقين. كنت ببقى مش فاهم ليه بيتحكم عليا كده مع إني ما اخترتش اسمي. مش أنا اللي سميت نفسي منى، ولا أخويا اللي اختار يبقى اسمه هويدا. أخويا نفسيته تعبت جدا، خلص جيشه وقرر يسيب مصر ويمشي. قال لي طول ما أنا عايش في البلد دي هعيش منبوذ وهعيش في ضغط نفسي، وأولادي بعدي هيعيشوا نفس الضغط. مشي من غير ما يتجوز، سافر لدولة عربية ومنها على دولة أوروبية، وعاش هناك بقاله أكتر من 12 سنة. أنا مرضتش سافر وربنا كرمني واتجوزت واحدة من قرايبنا في العيلة. في الأول كانت بتهون عليا وتقولي بتحصل، دي كانت عادات وتقاليد زمان، وفي ناس كانوا بيسموا أسامي غريبة جدا، يعني خلاص يا عم كبر دماغك. خلفت وهنا كانت الكارثة.
ربنا رزقني بولدين أحمد وعمر. ولادي بقوا يتعايروا بأساميهم لأنهم بيتسموا أحمد منى، عمر منى. فلما حد ينادي عليهم المست توقفه وتسأله: أنت متسمي على اسم مامتك؟ فين بابا؟ يرد: لا، ده اسمه بابا. المدرسة تستغرب وتقعد تسأل، وبعدين العيال تتضايق ويعيطوا، فنروح نفسر لهم القصة، وبعدها المدرسة تتعامل معاهم عادي، لكن زمايلهم ما بيعاملوهمش عادي. فكرت أغير اسمي وخليهم يتنادوا أحمد محسن أو عمر محسن، لكن للأسف في الفصل بينادوهم باسمهم الثنائي أحمد منى، عمر منى. ولادي متأثرين نفسيا جدا، بيقول لي أنا كرهت أمي ومش قادر أدعي لها. حتى ولادي عارفين إن أنا بكره أمي، عمري ما افتكرتها ولا دعت لها بالرحمة ولا فكرت أزورها في القبر، حاسس إنها السبب. أخويا خلاص واستقر في حياته، وكل ما أكلمه وأقول له ارجع إحنا ملناش غير بعض يقول لي مش راجع البلد دي تاني، ماليش مكان فيها. أوف، رافض إنه يقرأ لها الفاتحة، رافض إنه يزورها في قبرها. وأكيد أكيد دعواتك ليها بالرحمة والمغفرة وهي في دار الحق. ربنا يعفو عنا جميعا يا رب. لو القصة دي لمستك وعرفت قيمة اختيار الاسم لأولادك، ولو حاسس إن في يوم من الأيام كنت بتظلم حد من غير ما تحس، سامح، سامح اللي غلط فيك بجهل، وخلي قلبك كبير، وما تنساش إنك ممكن تبقى في مكانهم يوم. ولو وصلت لهنا أنا بطلب منك طلب بسيط: اشترك في القناة وفعل الجرس واعمل لايك للقصة لو أثرت فيك، وسيب لينا رأيك في الكومنتات. هل فعلا الاسم ممكن يغير مصير بني آدم؟ وإيه رأيك، يسامح أمه ولا لأ؟